السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كده دايما يا رب. انا نهى ودي قناتي، وجاي اقدم لكم النهارده وصفة حلوة قوي. يا رب تعجبكم، وبتنفع جدا في العزومات. وكل سنة وانتم طيبين. اولا طبعا بمناسبة عيد الفطر المبارك، احنا لسه خارجين من العيد بقى، ونبدأ نعمل الطواجن بتاعتنا الجميلة ديت. ممكن تعمليها عادي في البيت، وممكن تعمليها في العزومات. بتبقى حلوة قوي على السفرة، بتدي منظر جميل جدا كمان. وهي طاجن البامية باللحمة. وصفة جميلة أوي، بتدي طعم بتدي منظر جميل للسفرة، وطعمها بتبقى تحفة بصراحة. عملتها مع حبة رز كده، يعني رز حبة وحبة كده. عايزة تعمليها مع أي نوع من الشعرية بالرز، عايزة تعمليها رز حبة حبة وحبة. دي طبعا حسب رغبتك. عايزة تعمليها مع مكرونة زي ما تحبي. يا رب تعجبكم الوصفة وتجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات يا حبايبي، لان ارائكم بتهمني جدا. واللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة. وعايزة بقى لايكات كتير، وعايزاكم تدعموني بالاشتراك، وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ الطريقة، ونسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت ده معايا كده كيلو لحمة، قطعتها سلايس بالشكل ده كده. ودي يعني ايه حتة دهنة كده، بتدي طبعا طعم جميل قوي للطاجن. ودي بصلة قطعتها كده بالشكل ده، وطماطماية، وورق غار او ورق لورا، وثلاث حبات حبهان، وملح وفلفل. بس هو انا مش عايزة اكتر من كده. ودي زبدة، قطعتين زبدة كده. وطبعا انا هقول لكم ليه البهارات اللي انا حطاها دي كلها. ودلوقتي انا جبت باميه، كنت مخزنه باميه عندي طبعا، وطبعا انا خزنت معاكم قبل كده، وجبت لكم الطريقه ازاي تخزني الباميه والملوخيه. وده قرن شطه كده، وبصلايه كبيره مقطعاها، وده عصير طماطم طبعا، وايه، وحوالي 5 6 فصوص توم. طبعا تابعوني، هقول لكم كل حاجه طبعا بتستخدم في ايه. حلو الكلام. بعد كده بقى انا هجيب الحله بتاعتي، وهنزل فيها بمعلقتين زيت والقطعتين الزبده اللي انا قلت لكم عليها، وهسيحها كده على البوتاجاز زي ما شفتوا كده. وبعدين هنزل باللحمه بتاعتي، طبعا لازم بتكوني غسلاها كويس جدا اللحمه. وبعدين هشوحها كده في الزبده او بالزيت كده. الزبده اللي انا عملتها قدامكم دلوقتي، لغايه ما لونها كده يتغير. بس قبل ما اقلبها هقول لكم بقى، انا هنزل دلوقتي بالحبهان والورق اللورا. طبعا لو عندك مستكه هتديها طعم حلو قوي، او جوز الطيب. الحقيقه انا طبعا يعني ما بستخدمش جوز الطيب كتير، ولكن هو المستكه اللي المفروض تبقى عندي، بس الحقيقه في الوقت ده ما كانتش عندي. فاحنا بنمشي حالنا باي حاجه عندنا، وكل حاجه بتدي طعم جميل طبعا للاكل. دلوقتي طبعا انا شوحتها بالشكل دوت، طبعا زي ما انتم شايفين لونها اتغير. بعد كده هنزل عليها بقى بميه. طبعا بيفضل الميه تكون يعني سخنه، مش سخنه أوي، يعني بتكون يعني ايه، بين السخنه والدافيه، بس عشان تديها صدمه وتستوي بسرعه. معذره طبعا عشان صوتي كان عندي برد. بعد كده بنزل بالميه، بكمل اهوت الميه بتاعتي. طبعا انت ما بتزودهاش قوي عشان تبقى المرقه بتاعتها مركزه وحلوه. بعد كده هنزل بالبصله بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، والطماطمايه. وطبعا الملح والفلفل مش هنحطهم دلوقتي، علشان لو نزلتيهم دلوقتي مش هتستوي بسرعة. طبعا الملح ما بيساعدش اللحمة على ان هي بتستوي بسرعة. قبل ما تستوي بشوية كده بنزل بالملح والفلفل بتوعي. وبعد كده طبعا هغطيها بقى واسيبها لغاية ما تستوي. طبعا انا عايزاها 3/4 سوا كده، عشان لسه هتستوي بقيتها تكمل سواها في الطاجن. بعد كده هعمل بقى الخطوة التانية، وهي البامية. طبعا انا خدتها يعني قلبة سريعة كده في المية. زي ما انتوا عارفين البامية لازم تتاخد قلبة سريعة كده في المية، بعد ما بتطلعيها من الديب فريزر. وبعدين بتسيبيها بقى تتصفى، ولغاية ما تعملي البصل بتاعها تشوحيها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بحب استخدم بصفة عامة يا جماعة البصل البلدي، ولكن لو عندك بصل ابيض بيمشي برضو عادي، مفيش مشكلة. بعد كده بقى هقلبه كده لغاية ما يعني يبقى لونه يتغير شوية، يبقى ده يعني جولد كده او ذهبي.
وبعدين هنزل بالطماطم، بعصير الطماطم بتاعتي. طبعا انا العصير عندي او الطماطم بتاعتي الحمد لله كانت حمرا، فاللون طالع غامق لوحده. طبعا لو هي فاتحه ممكن تحط لها معلقتين صلصه، مش مشكله. بعد كده بقى خلاص هي الباميه اهوت اتصفت، فنزلت بيها على الصلصه بتاعتها بقى، وهغطيها لغايه، طبعا انا برضو مش عايزاها تستوي قوي، يعني 10 دقايق بعد يعني يا دوبك اسيبها تتخدع، و10 دقايق بعدها واشيلها عشان ما تستويش قوي، عشان برضو هتكمل سواها في الطاجن. شفتوا ما خدتش حاجه طبعا، هي زي ما انتم شايفين، هي تعتبر كده تقريبا نص سوا. بعد كده بقى هزودها شوربة من بتاعة اللحمة اللي انا عاملاها، اسيبها بقى تكمل سواها. بس زي ما قلت لكم ما تسيبوهاش تستوي للاخر عشان ما تتهريش منك وانت حطاها في الطاجن. انا بس هاخدها بس يعني 5 دقايق بس كده، واطفي عليها بقى، وهي هتكمل سواها مع اللحمة في الطاجن في الفرن. حلو الكلام. وصفة جميلة جدا يا جماعة، وسهلة قوي يعني، وفي نفس الوقت هتنفع في العزومات، بتبقى جميلة جدا. دلوقتي طبعا نزلت بقى بالملح والفلفل والسبع بهارات والكزبرة، ولو انت عايزه تزودي اي حاجه، وتوم باودر على بصل باودر، عايزه تزودي انت اي بهارات تانية او تقليلي من البهارات اللي انا قلتها، مفيش اي مشكله. كل حاجه طبعا معلقه صغيره، ما عدا طبعا الملح انت بتظبطيه حسب رغبتك. وهسيبها بقى شويه كده 5 دقايق بس، وهطفي عليها تاخد غلوة صغيرة بس كده، واطفي عليها عشان هي هتكمل سواها في الطاجن. بصوا زي ما هي ازاي حلوة ازاي، يعني هي يعني كده هي 3/4 سوا برضو، او اقل كمان، يعني بحس لان اللحمة يعني ايه بتغيب شوية في السوا، لكن البامية مش هتغيب معانا. خلاص هنزل بيهم بقى في الطاجن دلوقتي. وطبعا الطواجن دي بتدي زي ما قلت لكم كده منظر حلو قوي للسفرة. خلاص كده ادي اللحمة بتاعتي جاهزة اهيت، 3/4 سوا زي ما قلت لكم. وادي الباميه برضو نفس الطريقه، عايزه شويه سوا صغيرين. هكمل بقى سواهم كله كده في الطاجن في الفرن. بتحطيه بقى في الرف الاوسط في الفرن، وبتسيبيها لمده حوالي نص ساعه. وطبعا انت بتختبري اللحمه وكده، ادام استوت خلاص هي كده كده الباميه ما بتاخدش حاجه. وحطيتهم بقى، وهغطيهم واحطهم في الرف الاوسط على درجه حراره 180 درجه او 200 حسب فرنك برضو. وتبقي رايحه جايه عليها كده، وتخلي بالك منها وتختبري اللحمه لغايه ما تستوي. انا بالنسبه لي خدت معايا حوالي نص ساعه. والخمس فصوص توم اهما قطعتهم كده زي ما انتم شايفين. طبعا لو انت عندك لو انت ممكن عايزه تفرميهم براحتك بشويه زيت صغيرين كده. ديت طبعا التقليه بتاعتها او يعني اللي بتحطيها على وش الباميه. ولو عايزة تستغني عن الخطوة دي خالص مفيش مشكلة، بس طبعا دي بتدي طعم حلو قوي للبامية. اهيت خلاص كده حطيت لها بس معلقة كزبرة، بتدي طعم حلو قوي. الكزبرة كمان لان انتوا عارفين الكزبرة بتدي طعم حلو للاكل. وبعد كده هتحطيها على وش البامية كده زي ما انتوا شايفين، بعد ما حطيت البامية واللحمة. وتقلبيها تقليبة خفيفة كده، ما تقلبيش جامد عشان البامية برضو ما تتهريش معاكي، لان انت عارفة ان هي البامية من النوع اللي ما بتستحملش قوي في السوا بتاعها. وبتحطيها في الفرن. انا ما خدتش معايا نص ساعه يا دوبك وخلصتها. شايفين الجمال. كنت ناسيه قرنة الشطه، حطيته على الوش كده، بيدي طعم، بيدي شكل جميل للطاجن. انا مش من هواة الشطه قوي الحقيقه. شايفين بقى شكل اللحمه جميل ازاي، والطاجن شكله تحفه ازاي. شفتوا بقى لما تحطوا الشكل ده على السفره، يعني شكله لوحده كده يفتح النفس. وعملته مع زي ما قلت لكم كده في اول فيديو رز حبه وحبه. عايزه تعمليه شعريه بالرز، عايزه تعمليه مع مكرونه، عايزه تغمسيه بالعيش، بتبقى طعمها حلو قوي قوي جميله يعني. يا رب تجربوها كده وتعجبكم، وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات يا حبايبي. شايفين طالعه زبده يعني مستويه خالص، وشغل بقى فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. شايفين الجمال، شكلها حلو قوي. وطبعا الريحه طالعه عليا ما اقولكمش. وشايفين بتتقطع معايا بالشوكه ازاي، ما ولا مثلا بتاخد مجهود ولا اي حاجه خالص. شايفين. يا رب تعجبكم الوصفه بتاعتي كده وتجربوها، وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات يا حبايبي. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نتقابل في فيديو اخر على خير باذن الله. وما تنسوش بس تدعموني باللايك والاشتراك. وعايزاكم بقى تقولي لي ايه رايكم
وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.